أولا الشباب اللي يدورون شغل ويبغون يشتغل. ثانيا أمور المستهلك والتدليس ورفع الأسعار عليه خصوصا في المواد الغذائية. ثالثا في هالأمور الممسوكة مفاصل من عمالة آسيوية. هذا سوق الخضار المركزي اللي يغذي كل الرياض، هو يقع على الدائري الجنوبي في الرياض. يبدون العمل في هذا الوقت، تجلب الخضار والفواكه في هذا الوقت، يبدأون من الساعة 2 بالليل، ويبدأ البيع لتجار الجملة الساعة 5 ونص بعد الفجر. والمبرد أيضا طبعا تجلب، يجون اللي يزيدون عليها يشترون بالجملة تريلة كاملة ثم يبيعون أقل فأقل فأقل. فإذا جاء الساعة 7 و8 يبدون يبيعون بالمفرق بالحبة. طبعا أسعاره يعني أبقولها لكم بعد شوي. طبعا بعطيكم معلومة والكل يعرفها، انه لما تجي لهذا السوق تشتري بمفرق يضربون عليك اسعار السوق برا لانك سعودي. ممكن اجي مرة ثانية وانا لابس بنطلون واخذ اسعار اخرى، تشوفون ان شاء الله مستقبلا. طبعا هنا هنجارات ضخمة، كل هنجار متخصص بشيء. هنا كان البصل، نشوف اشياء اخرى قدام. أكثر شيء يؤلمني لما يرسلون لي شباب يقولون حنا عاطلين وما لقينا عمل. هنا كنز والله، أرباح كنز كنز كنز، ما تتوقعون حجم الأرباح. يوميا ممكن يتجاوز الدخل أكثر من 10,000 مربح، خصوصا اللي ياخذون من الجلابين أول ما يوصل. قسما بالله من دخلت لين طلعت ما شفت سعودي واحد، وهذا هو اللي يورد الكل الرياض. متخيلين؟ أصحاب محلات الخضار يجون هذا الوقت يتسوقون. اللي يشتريه ب3 ريال يبيعها عليك هناك ب10، ويحلف انه مخفض لي. اعرف بيجيني شباب يقولون ما نقدر ندخل داخل هذه المافيات، هنود بنغالا باكستانيين، ما نقدر. انا اعلمك ببساطه ليش. السر في نجاح اي تجاره ما تجي نافخ صدرك وانا ابن البلد وانا سعودي. العمليه يبغى لها ذكاء. وش اول شيء لازم تسويه قبل لا تدخل بالتجاره؟ شهر شهرين تجي كل يوم تجلس في مثل هذا الوقت، تصلي الفجر، تنتظر الناس لين يقفل السوق. هم يخلصون أظن 10 11 الصباح. تجلس كل يوم بس راقب، شوف بكم يبيعون يوميا، كيف تتغير الأسعار، كيف تجي البضائع، كيف تنباع. خطأ الشباب عندنا هو الغرور. أنا درست لذلك أنا أفهم. وش تبغى التجارة سهلة؟ هي سهلة بس يبغى لك تجلس وتراقب أول شيء. ولا تظن أن كل الشباب اللي نجحوا في التجارة كذا ضربة حظ أو أنهم وارثين. ترى كلهم يعرفون مثل هذه الأماكن ومن زمان يعرفون. أنا أبغى واحدة من العربيات هذه، ولا واحد وافق أنه يطلع معي. كنت بشتري للبيت خضار، ما رضوا. ليش ما رضوا؟ لأنه يشتغل لحسابه أصلا. بعد ما يعرف الشاب مداخل ومخارج السوق مو بلازم ياخذ له محل. يا أخي سوي في انستغرام، غلف البضاعة بشكل جيد وبيعها على البيوت. ليش يقولون العمالة طلعنا من السوق؟ لما عنده خبرة، مستعجل بيصير تاجر، ما عنده استعداد يقعد شهر وشهرين 3 فقط يتفرج ويتعلم. والمحزن هنا ان السوق عشوائي، قرار السعودة من 15 سنة. وين السعوديين؟ أسعار عشوائية، كل من يبيع على كيف، ولا حد يعتبر كلامي عنصرية. الأخوان المصريين علقوا لافتات عزيزي السوري احنا حق بالعمل في بلدنا، كذلك الأردنيين معلقين لافتات. عمالة لا لها شغل ولا مشغلة، جاية هنا يزيدون على البضائع، يبيعونها على بعض 4 5 مرات حتى توصل لك يا المستهلك أضعاف مضاعفة. مسكين المزارع مثلا يبيع عليهم صندوق الخيار بريال، بريال ونص،
يتاجرون في بعض، كل واحد يربح منها ريال لين يوصلك أنت المستهلك ب20. ليش؟ بسبب غياب أبناء الوطن عن هذه التجارة اللي تربحهم ذهب. أقل شيء في الشهر يطلع 25-30 ألف ريال. حتى المزارعين كثير منهم عمالة متستر عليها. هل آلاف اللي فيها السوق يشتغلون لحسابهم كله متستر عليهم، ومتستر عليهم مواطن. مو بس احنا متضررين من المزايدة، ثلث البلد من الإخوان المقيمين أيضا هم متضررين مثلنا من ارتفاع الأسعار. أنا ما أقصد الجميع، أنا أخص هذولي فقط. مؤلم. عشرات الملايين يوميا تباع هنا، وين تروح؟ والشباب جالسين عاطلين في الاستراحات يقولون لا شغل ولا مشغل. يا أخوي ويا حبيبي الشاب، كل هؤلاء العمالة يسمون بلدنا أرض الفرص، أرض الكنز. وين جالس محتار؟ ليش محتار؟ يجيك من قرية بجنب حيدر أباد جاهل ما يعرف عربي، وسنتين هنا ويكون ثروة، وانت ابن البلد ولغتك وأهلك ما تعرف شيء. حتى أبسط شيء المعلومة، لما تذكر معلومة في سناب يجيك يقول لك وش مصدرك، ما يروح يبحث في جوجل، عجزان انه يبحث، انه فقط جوال بيده. لا حد يزعل مني. والاخوان في الرقابة وفي البلدية، هل ما يعجبكم هذا الوضع؟ اعرف بعضكم بيرد يقول لو طردناهم ما في سعوديين بيجون يشتغلون. اعرف هالشيء، بس وين تهيئة الشباب لهذا العمل؟ وين الدعاية الإعلامية حتى انه ترغبهم في هذا العمل وكم مرابحه؟ أعرف أني طولت عليكم، ولكن أبغى المعلومات توصل للناس، توصل أيضا للمسؤول. أبجتزئها بنزلها في تليجرام وفي اليوتيوب، جزء منها فقط. همسة من القلب لإخواني وأخواتي، قسما بالله الفرص اللي موجودة عندنا في البلد تغنيك عن 10 وظائف. أنا واحد من الناس تركت الوظيفة وتفرغت لي، لكن تحتاج الصبر. إذا حبيت قطاع بتروح تشتغل فيه، اجلس كل يوم، روح للسوق وادرس القطاع حتى تاخذ فيه خبرة. روح اشتغل عند الناس لو ببلاش، خذ الخبرة على حسابهم هم. لا تحط فلوسك وانت ما معك خبرة ثم تخسر. الفرصة متاحة لابو 17 سنة وابو 50 سنة وابو 60 سنة. في عمالة هنا اعمارهم على 70 سنة، ما هم احسن منا. لا ترى ملابسه رثة وتقول مسكين، تراه مغترب وجاي يشتغل هنا، مو جاي